الله ينور عليك والله. لا يا باشا ماشي. خش يا ماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده في فيديو جديد وطريقة عمل كفتة من ايد افضل طباخين مصر. ومعنا النهارده الشيف انس والشيف اسلام والشيف اشرف والشيف اسماعيل، افضل الطباخين الموجودين في محافظة كفر الشيخ، وهسيب لكم الكارت بتاعهم هنا على الشاشة. تعالوا بقى نشوف الشيف النهارده عمل ايه. اول حاجه هو فرم اللحمه، جايب المفرمه بتاعته معاه فرم اللحمه، واللحمه اللي استعملوها النهارده كانت لحمه جدي. كانوا جايبين الجدي ده مخصوص للكفته، وانتوا عارفين طبعا لحمه الجدي او لحمه يعني الخروف او لحمه الحاجات اللي زي كده الماعز والحاجات دي بتبقى جميله جدا في الكفته. حط ايه بقى على اللحمه النهارده؟ حط بصل مفروم ومعاه فلفل مفروم، يعني فرم بصل وفلفل كده برده في نفس المفرمه وحطه. وحط بقى التوابل بتاعتنا، هقول لكم التوابل ايه هي بالظبط وكمان هكتبها لكم في صندوق الوصف. طيب انت حابه تعملي كيلو واحد بس من اللحمه، تمام، حابه تعملي كفته، هتحطي كام بصله؟ هتحطي بصله واحده كبيره، تمام، بصله واحده كبيره، وهتحطي عليهم اللهم صل على سيدنا محمد قرنين اتنين من الفلفل، تمام. هتفرميهم كويس جدا وبعدين تحطيهم على اللحمه، يا اما بصله كبيره يا اما بصلتين كده متوسطين. ما حطش بقى لا توم ولا اي حاجه غير البصل والفلفل المفرومين مع بعض في المفرمه او في الكبه عندك، افرميهم وحطهم على اللحمه والتوابل اللي هقول لك عليها دلوقتي. توابلنا عباره عن بهارات لحمه وكزبره ناشفه وملح وفلفل اسود وملح صيني، والملح الصيني ده بيدي مزازه للاكل. توم باودر وبصل باودر وكمان شطه وبابريكا، والتكه بقى اللي بتخلي الكفته هشه هو شويه من البيكنج باودر. دي التوابل اللي استعملها الشيف. طب انت عايزه تعملي كيلو واحد بس من اللحمه، حطي معلقه صغيره من كل حاجه. طيب الكفته دي هيعملها في الفرن ولا هيسويها على الفحم؟ هي تنفع الاتنين، وفعلا عمل منها الاتنين، حط منها في الفرن وكمان عمل منها على الفحم. التتبيله دي تنفع دي وتنفع دي، تمام. بس اهم حاجه الكفته اللي هتكون على الفحم ما يكونش البصل بتاعها فيه ميه كتير. صفي البصل كويس جدا من الميه وبعدين حط التفل بس على اللحمه وحط البهارات بتاعتك وعجنيها بقى كويس جدا. اهم حاجه العجين، اعجني الكفته كويس جدا لغايه لما تبص تحسي فيها ان بيبقى فيها فتل كده او الياف كده فيها من كتر العجن، يعني من كتر العجن تحسي كده ان كل حاجه بقت متجانسه مع بعضيها، وتحسي ان اللحمه كده مش سايبه بعضها، لا ماسكه ببعضها كده بتشد، زي ما يكون فيها الياف كده او فتل كده، تمام. تتنيكي تعجني لغايه لما توصلي للمرحله دي. هو ده اهم اسباب او اهم اسرار نجاح الكفته بتاعتك، انك تعجنيها حلو جدا وكمان تحطي عليها شويه من البيكنج باودر تخليها هشه، والتوابل بتاعتك تكون مظبوطه. هنا الشيف عمل كمان جزء تاني بنفس المكونات ونفس البهارات بتاعتنا، تمام. هو يعني مش بس عامل دول كمان، لا ده عامل قدهم مرتين تلاتة، يعني عامل ما شاء الله كمية حلوة. بل عندكم يا رب جميعا وتعملوا لأولادكم أحسن من كده بكتير. بصراحة الفرح كان حلو جدا، ويا رب يبارك كده للعريس ويبارك له في عروسته. ادعوا له ربنا يصلح حاله يا رب ويبارك له في عروسته ويهنيهم. واسفة جدا اني ما جبتش الجزء بتاع العجن والجزء بتاع التقوير، بس سهل جدا. يعني انا هجيب لكم الجزء اللي هو بيعمل فيه على، يعني بيسيخ فيه كده اللحمة على الاسياخ وبيعملها على الفحم. طبعا اللي هو الكور اللي عاملها في الفرن دي سهله جدا. اهم حاجه زي ما قلت لكم تعجنوا العجين كويس جدا، تعجنوا كده كانكم بتعجنوا عجين بايديكم الاتنين كده وتنزلوا على العجين على اللحمه يعني، تمام. تعجنوها حلو جدا وبعد كده بتكوروها وتحطوها في صينيه وتدخلوها الفرن من غير اي ماده دهنيه، من غير اي حاجه. اللحمه بتاعتنا نسيت اقول لكم ان هي فيها جزء من الماده الدهنيه، يعني مثلا انت عامله كيلو واحد من اللحمه يكون عليه 200 جرام من الماده الدهنيه، ويفضل يكون ليا، تمام كده. هترصي بقى كل الكور بتاعتك، تعمليها كور، تعمليها صوابع زي ما انت حابه، وترصيها كده في صينيه وتدخليها الفرن، تمام. اول ما تاخد وش من فوق طبعا هتنزل ميتها، هتنزل دهنه طبعا، تقلبيها وتدخليها تاني تاخد الوش التاني، تمام. ان هي كده تتحمر من فوق ومن تحت. شايفين بقى هو دلوقتي بيصبع الجزء اللي بيعمله على اللهم صل على سيدنا محمد الفحم. النهارده هو استعمل الشبكه ان هو يسوي عليها الكفته من غير ما يحط الاسياخ كده مباشره على الفحم علشان ما تسقطش، تمام. طبعا هو كشيف يقدر ان هو يعمل على الاسياخ كده مباشره على الفحم، تمام. بس انا بتكلم دلوقتي عن اصحاب عن ربات البيوت او عن
البنات او الستات اللي هم في البيوت علشان يتجنبوا ان هم مثلا يعملهم اللحمه كده على الفحم وكده من على السيخ، ان هي تفك منهم يعني من على السيخ، فهم يعملوها بالطريقه دي تكون سهله جدا بالنسبه لهم. تمام، ان هم يصبعوها وبعد كده يصبعوها على سيخ عادي كده تكون مفرغه من جوه، وبعد كده يحطوها في شبكه اللي هي بتشوي فيها الفراخ. تمام، وتحطيها على النار على الفحم كده، تولعي الفحم تحطها على الفحم وتقلبي بقى كل شويه تقلبي الشبكه لغايه لما تحمر من فوق ومن تحت، وكده تكون استوت. ما بتاخدش وقت خالص. معروف ان الكفته ما بتاخدش وقت على النار سواء على الفحم او في الفرن. المشويات كده بصي يا دار، ما عندكش هنا دي الله ينور، الريحه تتكلم عن نفسها. يا معلم فتحي، يا شيف فتحي، خد يا شيف فتحي. كلمة شيف فتحي. وبكده نكون خلصنا الكفته بتاعتنا النهارده. اتمنى اكون افدتكم، بس هسيب لكم كده لقطات كده من السفره، وكمان بنتي كده في اخر الفيديو حبيت ان انا انزل المقطع ده يكون للذكرى، هتشوفوها دلوقتي في اخر الفيديو. ما شاء الله الاكل كان شكله حلو وكمان طعمه احلى بكتير. زي ما انتم شايفين شكل السفره جميل جدا. ثواني كده وهيدخل المعزيم، واخر حاجه بيحطوها على السفره هي الكفته، لسه هيحطوها دلوقتي. بس اعتقد ان انا ما صورتش الجزء ده، كنت طلعت لان المعازيم كانوا خلاص بيدخلوا، فانا اضطريت ان انا اطلع. هما بيحطوا بقى الكفته تكون سخنه كده نازله منها على الفحم سخنه مولعه قدام المعازيم على طول وهم واقفين بياكلوا. ده مش اخر فيديو في الفرح، لا ده كمان لسه مكملين في فيديوهات كتير ان شاء الله باذن الله هتنزل لكم في الفتره القادمه. شجعوني بقى ولايك كده وكومنت حلو منكم. اللي حابب يعرف الاكل الموجود على السفره ده ايه بالظبط، فيه فته وفيه كمان بسله باللحمه، وفيه اللهم صل على سيدنا محمد حلويات بقى ان هو جيلي، وفيه اللهم صل على محمد كاستر، وفيه كريم كراميل، في كمان بسبوسه، في جلاش، وفي رز بسمتي، وفي لحمه طبعا وجبات اللحمه، ولسان عصفور وشيبسي، والكفته طبعا بتاعتنا. مش عارفه بقى كنت نسيت حاجه ولا لا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وعقبال عندكم يا رب، وعقبال لما تعملوا لاولادكم وتعملوا لحبايبكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا فين بط، يا فين بط فتو توتو. تعالي بقى كفايه كده.